السلام عليكم، معاكم شيماء عادل. ولو اول مره في قناتي ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في قناتي علشان نوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا ربع كيلو من البانيه او صدور الفراخ مقطعه او مش مقطعه، ومعايا بطاطسيتين غسلتهم كويس قوي بعد ما قشرتهم وقطعتهم، وهحطهم على النار عليهم كوبايتين ميه ومعلقه ملح واسيبهم لحد ما يستووا تمام السوا خالص. النهارده هنعمل مع بعض ناجتس الفراخ، الناجتس الاقتصادي، ناجتس الشركات. هنعمله في البيت بمكونات بسيطة قوي، وكمان هيعجبك جدا جدا ويعجب الأطفال قوي قوي. هنا حطيت البطاطس في حلة، هرفعها على النار عليها معلقة ملح صغيرة واسيبها لحد ما تستوي خالص. وبعد كده نشوف هنعمل ايه في الوصفة بتاعتنا. جبت الكبة بتاعتي وقطعت فيها الفراخ علشان تساعد الكبة انها تتفرم. انا معايا ربع كيلو بس من الفراخ. الكميه طبعا على حسب انت عايزه تعملي كميه قد ايه. حطيت على الربع كيلو فراخ بصلايه صغيره، وبدات افرمها كويس قوي من غير اي حاجه. لسه هفرم الفراخ الاول كويس جدا جدا علشان اضمن انها تبقى مفرومه قوي معايا. ممكن طبعا بدل صدور الفراخ يبقى وراك فراخ مخليه. ممكن تحط الاتنين على بعض، اي حاجه. وهنا حطيت البطاطسيتين بعد ما اتسلقوا معايا وسبتهم هديوا شويه، وبعد ما ضمنت ان الفراخ بتاعتي اتهرست كويس قوي رحت حاطه عليها البطاطس. وطبعا كل شويه بفتح عليها واقلبها تقليبه كويسه كده بحيث اضمن كل المكونات تختلط على بعض معايا. وبعد كده احط اهم مكون معايا فوق الفراخ وهو الفيجيتار. انا بجيب فيجيتار سايب، حطيت حوالي 6 معالق من الفيجيتار، معالق كبيره. بيديها الطعم بتاع بره بالظبط. وبعد كده بقى بدأت احط التوابل بتاعتي. حطيت معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه كبيره كل المكونات دي، معلقه بابريكا كبيره، معلقه زنجبيل، ومعلقه فلفل اسود، ومعلقه ملح، وكمان 7 بهارات، وكمان معلقتين من النشا كبار. ولو عاوزه تحطي حليب باودر حطي معلقتين، بيديها طعم وقوام حلو قوي. وطبعا هنا مش هنحط ميه بصل لان احنا حاطين بصلايه صغيره في البدايه وفرمناها معاهم. وكمان ما ننساش عصير نص ليمونه كده فوق الخليط، ونص معلقه بيكنج باودر عشان يديها هشاشه من النص كده ما تبقاش مكتومه معانا. طلعت هنا العجينه كلها حطيتها في بوله عندي، وهبدا احطها في صينيه. طبعا ممكن تحطيها في كيس حلواني وتبداي تشكليها كده دواير صوابع براحتك خالص. العجينه جميله معاكي وهتتشكل باي شكل. وطبعا احنا بنتعامل معاها بعد ما تطلع من الفريزر، مش بنتعامل معاها كده خالص. يعني بشكلها اي شكل انا حباه وبعد كده احطها في الفريزر تاخد نص تجميده معايا، وبعد كده ابدا اتعامل معاها. فشكليها زي ما تحبي. هنا انا حطيتها في صينيه، عايزه اطلعها نفس الشكل بتاع ناجتس الشركات، اطلعها مربعات كده. كان في قطع من البصل ما اتفرمتش قوي في الكبه فطلعتها وشلتها بايدي كده وانا بسويها. ممكن تبلي ايدك بحبه زيت وتسويها بايديكي. انا الاسباتيولا سوت وشها معايا وخليته حلو جدا. قبل ما ادخلها الفريزر قطعتها مربعات كده، علشان تبقى زي الجاهزه بالظبط. وبعد كده دخلتها الفريزر مش اقل من نص ساعه. هنا بعد ما طلعتها بقى بص جمدت ازاي. وطبعا الكيس بلاستيك ده كنت دهناه زيت علشان تبقى سهله انها تطلع معايا، وكنت كمان دهن الصينيه زيت علشان الكيس البلاستيك يفضل ثابت في الصينيه وانا بصب الخليط فيه. بعد ما طلعتها عدت على التقطيعه بتاعتها علشان تطلع مظبوطه قوي معايا، ما تبقاش واحده كبيره وواحده صغيره. وبعد كده هبدا اجهز بقى الكفر بتاع الناجتس بتاعي. معايا طبق فيه دقيق وطبق فيه حطيت بيضة عليها شوية لبن وحبة فلفل اسود ومعلقة ملح صغيرة وقلبتهم كويس قوي. طبعا ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص وتحطي حبة مية، هتنفع معاكي وهتبقى حلوة جدا. لو مش حابة تحطي بيض او مش عندك بيض هتبقى كويسة قوي. وده الدقيق بتاعي بتبله بنفس التوابل اللي حطيتها على الناجتس، البابريكا والثوم الباودر والبصل الباودر والفلفل والزنجبيل والملح، وبتبله كويس قوي. بيدي طعم كده للكفر بتاع الناجتس بيبقى تحفة معايا. والطبق التالت حطيت فيه فيجيتار. فيجيتار انا بحبه الحار. ممكن تستبدلي الفيجيتار ببقسماط. وممكن طبعا لو عايزاها تطلع بقى نفس شكل الناجتس اللي بنجيبها من بره بالشركات المعلبة، هتجيبي كورن فليكس اللي هو السايب من عند العطار ده، وتطحنيه في المطحنة كويس قوي بيبقى لونه اصفر كده. وبعد ما بينطحن بيبقى عامل زي البقسماط، بس هو بيبقى محتاج تتبيله معاكي. يعني الفيجيتار انا بالنسبه لي الفيجيتار متبل فمش بحط عليه اي توابل او اي حاجه. انما الكورن فليكس بيبقى محتاج تتبليه زي تتبيله الدقيق كده بالظبط. وهنعمل نفس الخطوات دي. بناخد
الناجتس نحطها في الدقيق الاول، وبعد كده بننزلها في خليط البيض او الميه لو هتحبي ميه، وبعد كده بطلعها احطها في البقسماط بتاعي او الفيجيتار بتاعي او الكورن فليكس المطحون. الكورن فليكس بيديله قوام مقرمش كده ولونه اصفر، بيبقى زي بتاع بره بالظبط، بس ده ليكي مطلق الحريه طبعا اللي عندك هتعمل بيه. الربع كيلو فراخ عمل لي كميه محترمه، عمل لي 20 قطعه من الناجتس. قطع كبيرة، انت لو عايزة ترقيها عن كده هتخليها رقيقة وهتوفر معاكي وهتعمل لك كمية اكبر. حطيتها في الفريزر برضو بعد ما حطيت الكفر بتاعها حوالي نص ساعة، وبعدين طلعتها على الزيت. بصوا الزيت نضيف ازاي، بعد ما خلصت قليها مفيش اي كفر من اللي عليها وقع خالص في الزيت. الزيت بتاعي كان نضيف قوي، وطبعا انا حمرتها كويس بحيث ان انا اضمن ان هي تبقى مستويه كمان من جوه، طالعه مقرمشه من بره وطريه من جوه، مع اي صوص تحبيه بقى، واطفالك هيحبوها قوي قوي. سهله، ما بتاخدش وقت خالص، وكمان بتعمل لك كميه. البطاطس المهروسه مش بتبان فيها خالص، التوابل بتضيع طعمها خالص. طعمها خطير، انا ما كنتش مستنيه عليها حتى لحد ما تبرد. طعمها وريحتها حلوه جدا بجد، جربيها هتعجبك قوي. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش بلايك والاشتراك في القناة علشان توصل لكم كل فيديوهات الجديدة. بصوا هنا مقرمشة وصوتها ومعلقة البيكنج باودر الصغيرة اللي حطيناها فيها، بجد بجد تستحق ان انتوا تجربوها. جربوا طريقتي، ولو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات عجبتكم قد ايه. والسلام عليكم ورحمة الله.